كلنا هنترك قدر كبير من الدنيا عشان الاخره، بس مش ده الواقع. انا ما قلتش كده. امال انا ما قلتش كده. يعني الجيم اشترك فيه 1000 واحد، لو جيت لل1000 واحد دول بعد نهايه السنه اشتركوا سنه، وجبت ال1000 دول بعد نهايه السنه وعملتهم بقى ايه الانبادي مثلا، ولا بصيت على الشيب بتاع جسمهم ولا الحاجات دي، هتلاقيهم وصلوا لنفس الفورمه؟ مستحيل. مستحيل. ليه؟ عشان كل ال1000 واحد. دخلوا منافسه، ففي واحد دفع الاشتراك، يعني يقول لك انا دفعت اشتراك الجيم وما بخسش، وفي واحد بيروح ساعه الجيم منها ساعه الا ربع بيشات، يعني يجري شويه على التريد ميل وايه يقعد يمسك التليفون يسكرول على الفيسبوك يضعف الجري على التريد ميل. وفي واحد بيروح الجيم من اول دقيقه لاخر دقيقه مركز بيطلع. يعني هنا التفاضل فين؟ التفاضل في حجم، خلي بالك بقى، مش في حجم الفعل، في حجم الترك. يعني ايه؟ ما هو اصلا لن يستقيم لك فعل الا بترك. يعني دي هي دي لازم تبقى عقليتنا ونفهم ده كويس. لن يستقيم لك فعل الا بترك. يعني صاحبنا ده اللي راح من اول دقيقه لاخر دقيقه في الجيم ما فوتش لحظه، هو ترك الراحه. هو بيروح يتعب وبعد كده يطلع عضلاته شده ويبقى ماشي مكسح ويبقى ترك الراحه وترك حاجات تانية، كان عايز يستمتع بوقته، كان وترك. مستكترين ده ليه في الاخره بقى؟ اما نيجي نقول ده في الاخره يقول لك انت متشدد يا عم الشيخ انت، يعني ده هو ده التفكير المنطقي للبشر اصلا، انك بتسيب حاجه عشان حاجه. المثال ده تقصد بيه ان احنا مطلوب مننا او المفترض ان احنا كلنا هنترك قدر كبير من الدنيا عشان الاخره، بس مش ده الواقع. انا ما قلتش كده. امال انا ما قلتش كده. انا قلت ان الجنه درجات. هعيد تاني، وده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. يعني ممكن واحد يدخل الجنه بس في اول درجه، واحد يدخل الفردوس الاعلى. الفرق بين اللي دخل اول درجه والفردوس الاعلى ايه؟ الترك.